صباح الخير. هعمل معاكم النهاردة صينية مسقعة، هنحط فيها شوية اضافات كده تخلي طعمها بجد تحفة. ان شاء الله هنحط فيها حمص مسلوق، وكمان هنحط فيها مكعبات بطاطس محمرة. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. يلا نبدأ مع بعض. المقادير بتاعتي معايا كده سريعا، احنا هنعمل مع بعض. معايا طماطم وبصل ولحمة هنعصج. طبعا بداية كده اللحمة هحط شوية من الزيت حلوين كده، وهنزل ببصلاية كبيرة مفرومة. خلاص اديت لي البصلة بتاعتي لون، انزل بقى باللحمة. انا هعمل المسقعه بتاعتي النهارده باللحمه المفرومه. قلبت البصله بتاعتي مع اللحمه، انزل بالتوابل: ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، حبهان باودر ولورا باودر. هديهم بقى تقليبه حلوه زي ما انتم شايفين كده. هعصر عليها عصره نص ليمونه، وهقلبها واسيبها تكمل السوا بتاعها. انا مش هحط لها هنا اي اضافات، انا هسيبها تستوي منها فيها كده. طيب تعالوا نعمل بقى الدقه اللي احنا هنحطها على الطماطم اللي هتتحط على المسقعه. معايا هنا بقى فلفل اخضر، ومعايا قرن شطه حلو كده، معايا معلقه كبيره من الثوم، شويه من الملح، شويه من الفلفل الاسود، ودي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه. فرمتهم كويس ناعم زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل بشويه زيت على طاسه سخنه، وانزل بالدقه اللي انا عملتها دي. طعمها بيفرق جدا في الصلصه بتاعه المسقعه. هديها تشويحه حلوه كده لغايه الريحه بتاعه الثوم والفلفل معايا ما يظهروا مع بعض، وهطفيها بمعلقه من الخل. تقليبه حلوه كده، وانزل فوقها بصوص الطماطم. هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض، يغلوا كام غلوه حلوه كده، تتسبك الطماطم معايا. دي خلاص بعد ما اتسبكت زي ما انتوا شايفينها. طيب تعالوا نسيبها بقى تهدى شويه، ونحمر الحاجات اللي معانا هتتحمر. ده الفلفل اللي انا هحمره. انا هحمر فلفل اخضر وفلفل احمر وشويه من الشطه معاهم كده، بتكون حلوه قوي مع المسقعه. عايزه اقول لكم ان في المرحله دي انا كنت قليت البتنجان قبل الفلفل، بس مش عارفه المقطع ده بصراحه ضاع مني، يعني في المونتاج ما لقيتوش. فانا قليت البتنجان، حطيت شويه ملح عليه بعد ما قطعته، نزل الميه بتاعته، وبعدين قليته في الزيت على طول. ما حطيتش عليه دقيق ولا حاجه. يعني انا بالظبط قشرت البتنجان وقطعته، وحطيت عليه، رشيت عليه رشه من الملح عشان اتخلص من الميه الزياده اللي فيه. وبعدين قليته في الزيت، وبعد ما قليته طلعته وقليت مكانه الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا احنا كده التجهيزات بتاعتنا. تعالوا نشوف بتاع الصينيه بتاعتنا هنرتبها ازاي. في الصينيه دي بقى، عشان انا كنت واخداها معايا بره، احنا ما كناش هناكلها، يعني ما كناش هناكلها في البيت. فانا حطيت شويه من صلصه الطماطم في الارضيه، وبعدين هرص طبقه من البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، واحده جنب واحده. يعني انا مش هحط حاجه فوق بعض، انا هحطها جنب بعضها. خلاص خلصت طبقة البتنجان بتاعتي. ابدأ ادي كده يعني كام حتة من الفلفل. طبعا فلفل على شطة، يعني شكلوه كده زي ما انتوا عايزين. لما بتكون مسقعة سبايسي بيبقى طعمها احلى كتير من لما تكون مش حامية يعني. دي بطاطس انا برضو كنت قليتها قبل ما اقلي البتنجان، يعني هي مستوية هنا، اديتها تشويحة كده. هبدأ بقى انزل بيها كلها مع بعض. اديت رق بتنجان، رق فلفل، رق بطاطس. وهبدأ في المرحلة دي بقى احط اللحمة المعصجة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده، هي شكلها جميل جدا وطعمها بجد كان وهمي. التكايه دي بقى اضافيه من عندي، ان انا حطيت حمص الشام مسلوق. طبعا لو عايزين تستغنوا عنه استغنوا، بس عايزه اقول لكم ان هي اضافته بتدي طعم حلو قوي مع البتنجان والفلفل والبطاطس والمفروم. بجد حلوه جدا، جربوها كده مره، بجد هتعجبكم قوي. هبدأ بقى ارص الطبقه التانية، بس هنزل بشويه من الصلصه قبل ما ارص الطبقه التانية بتاعتي.
انا كل حاجة معايا مستوية، لكن طبعا الصوص هيدمج لي كل حاجة في بعض. هرص بقى طبقة البتنجان التانية. يعني احنا كده عملنا المسقعة عبارة عن طبقتين. الطبقة الاولانية صلصة، بتنجان، فلفل، البطاطس، لحمة مفرومة، ورشة من الصلصة. وهعيد نفس الطبقة تاني، طبقة من البتنجان، طبعا الحمص الشام والبطاطس هما اللي كانوا في النص. يعني انا هحط فوق طبقة من البتنجان وطبقة من الفلفل، وطبعا هغطيها بطبقة من الصلصة. ودي كده الطبقة التانية بتاعتي. مسقعة ممكن تاكلوها بعيش حلوة جدا، ممكن تاكلوها مع رز حلوة جدا جدا جدا. بجد صينية متكلفة وحلوة وطعمها خرافي. هنزل بقى بطبقة من اللحمة المفرومة. دي كانوا شوية خفاف كده بقى، انا حطاهم بس على الوش. يعني الطبقة الاساسية من اللحمة المفرومة كانت في النص، لكن دي بس رشة كده علشان طعم الصلصة مع الفلفل مع البتنجان يكون ليه طعم حلو. حطيت بقى قرن شطة كده كنت سايباه بحاله، وهقفل الصينية بتاعتي من الوش بالصلصة. عايزه اقول لكم ان من بدايه ما كنت برص الصينيه والفرن بتاعي انا مشغلاه مسبقا على درجه حراره 200. يعني الفرن بتاعي دلوقتي سخن. هبدا بقى ان انا ادخل الصينيه بتاعتي بعد ما اقفل الوش بتاعها واظبطه كده. هدخل الصينيه بتاعتي على الرف الاوسط، وهشغل الشوايه. يعني الفرن هيكون شغال من تحت، هدخل الصينيه على رف اوسط، والشوايه هتكون شغاله من فوق. ودي شكل الصينيه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. انا اديت لها وش خفيف كده، انا مش عايزه الطماطم برضو تكون يعني واخده لون جامد، علشان احس بطعم كل حاجه عندي. جربوا المسقعه بالطريقه دي. اضافه الحمص مع البطاطس واللحمه المفرومه حلوه جدا، ما تقلقوش منها. ان شاء الله كمان التكايه بتاعه تحمير الدقه بتاعه المسقعه حلوه برضو قوي. ان شاء الله اشوفكم على خير الفيديو الجاي، اعمل معاكم وصفات جديده وتكون سهله وبسيطه. سلام عليكم.